مسافة الأمان مهمة بينك وبين الحماة ديالك، ماشي ضروري يا اختي العلاقة ديالكم تكون حب ما عمركِ طمحي أنك تكون كتبغيك ولا تبغيها، على قد ما أنتِ غتبقاي تبحثي على واحد العلاقة اللي ما عمرها غتكون، غتبقاي تضري راسك أنتِ أكتر، ما تعطيهاش كتر من القيمة ديالها. السلام عليكم البنات، لاباس كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ إذا اليوم الموضوع ديال اليوم فهو موضوع مهم كيهم بزاف مجموعة ديال النساء. غنهضروا على الزواج والمشاكل ديال الزواج مع الحماة ومع العائلة ديال الزوج. كيف ما كنعرفوا أنه الزواج ماشي كلشي كيكون فيه زوين، ماشي جميع يعني كيف ما كنقولوا جميع المراحل ديالو زوينة، وجميع يعني ما فيش واحد الحياة وردية كيف ما كيتخيلوها مجموعة من الفتيات. أكيد كاين جانب مظلم كيعيشوه بزاف ديال النساء، واحد الجانب اللي كتكون فيه الحماة أي العجوزة اللي ما مقبلاش الزوجة ديال الولد ديالها ديال الابن ديالها، أولا كتلقاي الزوج اللي ما كيعرفش يوازن ما بين الأم والزوجة ديالو، وهنا كتلقى المرأة كتألم بصمت غير حفاظًا على البيت ديالها وباش ما تهدمش هداك البيت ديالها. كنسمعوا مجموعة ديال القصص، كنشوفوا بزاف ديال النساء في العائلة ديالنا في الانتوراج ديالنا كنلقاو بأنهم عندهم حرب مع الحماة ديالهم، وكتلقاي الزوجة كدير المستحيل باش تحافظ على البيت ديالها، باش ما تضيعوش، باش ما تضيعش الكرامة ديالها، باش ما تشردش الأطفال ديالها. واحد 90% ديال العكايز ما كيبغيوش زوجة الابن ديالهم. هاد الظاهرة فهي كاينة وما غاديش كتحسي بأن العكوزة ديالك كتعاملك بواحد الطريقة اللي تبين لك فيها أنها ما كتبغيكش، كتنتقدك بلا سبب، كتقلب لك فقط على العيوب ديالك. كتقدر أيضا تدخل لك في طريقة اللباس ديالك أولا في طريقة العيش ديالك، تقدر تدخل لك في دارك، في المصروف ديالك، في تربية ولادك. انت كتحسي بأن هذيك الطريقة التعامل اللي كتعامل معك بها بأنك كتستهدفك فيها. أول حاجة اللي غنصحك بها هي الهدوء، يعني ملي انت تشوفي هذيك الإنسانة دخلات فيك أولا قالت لك شي كلمة اللي انت ما عجباتكش، إلا تلفظت لك بشي كلمة ما عجباتكش، ما ديريش معها واحد رد فعل، لأنك اختي انت فاش كديري واحد رد فعل هي كتعرف بأنها استفزاتك في هذيك اللحظة، وكتبقى كل مرة تعاود تستفزك، كيولي عندها انت واحد الإنسان سهل للاستفزاز. ديريها هذيك الإنسانة كأنها شخص ما عندوش قيمة في حياتك، بحال نطق، بحال تكلم، بحال ما تكلمش. انتي ما تعطيهاش واحد القيمة، ما تعطيهاش واحد القيمة في حياتك. ثاني حاجة اللي غادي ننصحك بها هي تحافظي اختي على مسافة الأمان. مسافة الأمان مهمة بينك وبين الحماة ديالك، ماشي ضروري يا اختي العلاقة ديالكم تكون حب ما عمرك طمحي أنك تكون كتبغيك ولا تبغيها. ديما حاولي أنها تكون مسافة الأمان بيناتكم، وتكون علاقتكم علاقة احترام فقط، لا زيادة ولا نقصان. ماشي ضروري تبني انت وياه واحد العلاقة ديال الحب. إلا كانت واحد العلاقة ديال الحب من الأول فمزيان، فلما كانتش ما عمرك تبقاي تبحثي عليها، لأنك على قد ما انت غتبقاي تبحثي على واحد العلاقة اللي ما عمرها غتكون، غتبقاي تضري راسك انت. يعني اختي من الأحسن انت حافظي على مسافة الأمان بينك وبينها، فقط ركزي على البيت ديالك، الزوج ديالك، والطريق اللي نتوما واخدين. ما تبقايش تقلبي على الرضا ديالها أو ديال غيرها. راه مستحيل واحد الانسان ما متقبلكش ولو تعطيه يا اختي لحمك ما غاديش يتقبلك. يعني انت ما تبقايش تقلبي على الرضا ديال الطرف الاخر، ما تقلبيش على الرضا ديالها. انت ارضي راجلك، ارضي نفسك، ورضي وليداتك، تهلاي في راسك، في بيتك وفي الزوج ديالك، وركزي على الطريق ديالك، تركزي على حتى شي واحد اخر. ثالث حاجه اللي نقدر نقول لك هي ما تعطيهاش تفاصيل ديال حياتك. يعني ما تقوليش ليها فين مشيتو، فين جيتو، اشنو شرا ليك، اشنو فين داك، اشنو عطاك. هادشي كامل ما تقوليش ليها، لانه هادشي هو اللي كيخلق عندها عند الحماة ديالك واحد النقطة ديال الحسد. هذيك النقطة كتقول لك انايا ولدي كبرته، ربيته، تعذبت عليه، شو اش دار ليا. يعني ولو تكون هي ما باغياش تحسدك، فانت ملي كتبداي تعاودي ليها هي اوتوماتيكمون اختي كتبدا تغير. ما تعاوديش ليها تفاصيل ديال حياتكم، هذيك حياتكم احتفظي بها لنفسك بينك انت والزوج ديالك والولاد ديالك. ماشي ضروري هي تعرف على التفاصيل ديال حياتكم. جات عندكم ولا مشيتو عندها قلتوا السلام، لاباس لاباس، قلتي اختي شربي داك الكاس ديال اتاي،
وهزي راسك وسيري لدارك. قلتي معانا لا سمحي لي راني ما مسالياش، ما تعطيهاش اكثر من القيمه ديالها. النصيحه الاخرى اختي اللي غنصحك بها هي تعلمي تقولي لا. انا نتعلم نقول لا على الحاجه اللي تضرني ولا تضر بيتي، نتعلم نقول لا، ماشي اي حاجه نقول فيها مثلا انا نعطيك اختي واحد القصه ديال واحد السيده كنعرفها انا من الواقع، بانه هذيك السيده الحمات ديالها بغات تقرر في كل شيء، في الماكله، في الفراش، في الوقت اللي تزورها فيه، حتى ايضا بغات تدخلها حتى كيفاش تربي ولدها. هاد السيده تعذبات في حياتها، ولكن مع المده صافي قررت انها توقف هاد التعاملات، ولات كتعطيها حدود في كل حاجه. فين ما تجي تعطيها واحد الملاحظه على شي حاجه هي دايراها، كتهضر معها بادب، كتقول لها هذه هي الطريقه اللي كتريحني انا، كتقول لها ما تدخليش ليا في هاد الطريقه ديالي، كلامك على راسي وعيني، ولكن انا بغيت نربي ولدي بهاد الطريقه، لا سمحي لي انا هذه ما مسلكانيش. اذا هنا السيده او العجوزه بدات كتفهم نهار على نهار بانه ما عندهاش حق انها تدخل لها اصلا في حياتها، وبانها كتحبسها بشوي بشوي باش انها تبقى تحت السيطره، باش كل واحد يبقى في الحدود ديالو، حتى شي واحد ما يتخطى الحدود ديال الاخر. فهمتيني اختي؟ ما تخليهاش اختي تحكم ليك في حياتك، تحكم ليك في الزوج ديالك، تحكم ليك ايضا في تربيه الاطفال ديالك. رسمي الحدود بينك وبينها، خليها تعرف الحدود بينك وبينها. حياتك ماشي هي حياتي، انا ما كندخل لكش في حياتك وانتي ما غتدخليش ليا في حياتي. هما لو كان يفهموا التحكم في حياة الزوجة ديال الابن كيخلي العلاقة تكون مسمومة، وماشي من حقها اصلا تتدخل فيها. التدخل في الخصوصيات كيولد الكراهية. لو كانوا يفهموا كيهدم ايضا احترام الزوج لمراته، كيهدم احترام الزوجة لراجلها. اما بالنسبة للعزيزات اللي كيحرشوا الرجال على عيالاتهم، الله يهديهم. النصيحة اللي نقدر نعطيك اختي انك ملي تجي هي تحرش الزوج ديالك عليك، ما تبقايش تجادلي معاه بزاف وانتي معصبة، خليه حتى يبرد وجي عنده هضري معاه باداب، شرحي ليه وفهميه الموقف ديالك. ومع الوقت هي ما غتبقى دير في المشاكل وانتي تهضري بادب مع راجلك وتشرحي ليه، وهو كيشوف بعينيه، كيشوف بان الام ديالو فيها المشاكل، بانك انتي كتخطاي المشاكل. هنا غادي يعرف شكون الظالم فيكم وشكون المظلوم. مع المده حاولي انتي ديما تكوني صريحه معاه في التصرفات ديالك وتكوني واضحه. ملي يجي يشكي عليك ها قالت لي يقول لي اسمح لي، ما عمرك تعاود لي على المشاكل ديال الاسره ديالك او ديال الام ديالك، خليني في هذيك المشاكل انا حيدني منها. خليها تبقى تعطيه انتي ديري ما على بالكش، انتي ما تدخليش هذيك المشاكل، انتي خوي راسك، انتي كوني مرتاحه مع راسك، ما تدخليش في هذيك المشاكل. واحد النهار غادي يعيا وغادي يقول لها سمحي لي هذيك بنت الناس ما كتمسكش، ما كتهضرش عليك حتى الهضره، كيفاش انها غادي تجي اليوم وتجبدك بهذه الطريقه، او لا غتقول لك هذا الكلام، او لا غدير لك هذا الفعل. يقول لها سمحي لي يا الام ديالي، ولكن هذيك بنت الناس راه ما شفت منها حتى شي حاجه ديال العيب، لحد الان كنشوف منها غير الاشياء الايجابيه، ما شفت منها حتى شي حاجه د العيب. ما عمر جبداتك معايا بشي كلمه خايبه ولا عيراتك ولا قالت لك ولا نقصاتك. يعني هو غادي يولي امن بداك الشيء اللي كتشوف عينه فقط، ماشي اللي كيجي يعاود ليه، لانه كيشوف التصرفات ديالك انت مزيانه وكيشوف التعاويض شيء اخر. هنا غادي يكون عنده واحد شويه تشويش، غادي يفكر مع راسو وغادي يدير لك حل بلا ما انت تطلبي منه. اذا كيف ما قلت لكم، من الاحسن اختي انت العكوزه ديالك ما كتبغيكش، كدير لك مشاكل، كتحرش لولدها، كتعايرك، كتسبك، من الاحسن انك تخلي اصلا مسافه امان بينك وبين انتي، ما تحكيش معها اكثر من اللازم، يعني تبقى انت وياها بيناتكم واحد الحدود واضحه. انا ما نمشيش عندها بزاف، هي نهار تجي عاد نكبر بها وغتمشي في حالاتها، والله يسهل على كل واحد. وديري في بالك اننا ما نقدروش نغيروا الناس ولا نغيروا التصرفات ديالهم، ولكن اللي نقدروا حنا نتحكموا فيه هو طريقه التعامل ديالنا معاهم، الطريقه اللي كيفاش حنا كنخليوهم هما يتعاملوا معنا بها. خاصك تامني بانك تقدري تحمي راسك
بلا ما تخلّي حتى شي واحد يظلمك، تجاوبي بالعقل بلا ما تدخلي في حرب مع حتى شي واحد، وإلا ما بغى حتى شي واحد يفهمك المهم أنك أنتِ كتفهمي راسك ومقتنعة بأفعالك وبأفكارك وبحياتك ومرتاحة في حياتك. إذًا أختي كنشكرك لأنك وصلتِ حتى لهنا، هاد الشي دليل على أنكِ باغا تعيشي حياتك بشكل أفضل، باغية تكوني امرأة قوية بالعقل قبل من الكلام. إذًا كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ونتلاقاو في فيديو آخر مع موضوع آخر إن شاء الله.